بطة مش ليك يا مرزوق. One battle after another. نبدأ كلام منين؟ بصراحة مش عارف قوي هنبدأ الكلام ازاي، بس خلينا كده واحدة واحدة ونشوف الكلام هياخدنا لفين. الفيلم بيتكلم على مجموعة من الثوار والمتمردين على قرارات الحكومة الأمريكية، وبيستخدموا في تمردهم ده أسلوب عنيف ومتطرف. وفي مركز المجموعة دي واللي الأحداث بتركز عليهم في البداية هم بوب وبرفيديا، واللي نظرتهم تجاه الحاجات اللي هم بيعملوها وأفكارهم بتتغير تماما مع قدوم طفلتهم الأولى. لا، ثانية واحدة. نظرة بوب بس اللي بتتغير تجاه اللي بيحصل، وده بيخلق ما بينهم صراع كبير وشرخ أكبر. ومع تطورات كتير بتحصل، وبعد ما بينجح في الهرب مع بنته، بيلاقي بوب نفسه بعد 16 سنة في مواجهة عدو قديم بيهدد حياة بنته الوحيدة. بول توماس أندرسون بياخدنا في رحلة من العبثية والكوميديا والإثارة والأكشن والدراما على مدار 3 ساعات إلا تلت. وفي الرحلة دي بنتعرض لصراع قديم في المجتمع الأمريكي، واللي بنشوفه بشكل واضح جدا قدامنا وقصاد عينينا في السنتين 3 الأخيرة. بس هي الخناقة على إيه؟ ما حسيتش طول احداث الفيلم ان ده سؤال مهم اصلا، زي ما انا ما حسيتش برضو ان بول توماس اندرسون حابب ياخد صف طرف على حساب الطرف التاني. باختصار، المشهد كله عبثي، والطرفين ممكن جدا في وقت من الاوقات كانوا فعلا بيدافعوا عن اهداف معينه، بس الاكيد ان النهارده ما حدش فيهم عارف هو بيدافع عن ايه ولا حتى بيتخانق مع مين. عندنا طرفين. طرف في ناس متمسكة بأسئلة وكلمات سر من غير أي هدف أو معنى، ومستنين الرد ده من واحد مش فاكر أي حاجة من الكلام ده أصلا. وفي نفس الصف عندنا مجموعة من الراهبات سيئي السمعة، واللي برضه مش عارفين هم لسه موجودين لغاية النهاردة بيعملوا إيه وبيعملوا ليه، وبرغم تدريباتهم القوية واعتادهم العسكري ما رفعوش شماعة لما لوك جو هجم عليه. والطرف التاني بقى بيمثلوا مجموعة شخصيات أقرب للأراجوزات وشخصيات الكاريكاتير. ايوه، هو الاراجوز الكبير اللي جه في بالك دلوقتي. وعندنا شخص بيسعى ان هو يكون واحد منهم، مش همه اصلا اي حاجه هم بيقولوها ولا مؤمن بيها، ومش فارق معاه غير مظهره وطموحه وخلاص. نحط بقى السياسه على جنب ونتكلم عن المهم بالنسبه لي. نتكلم عن علاقه بوب بويلا. It's not cards. You don't roll cards. It's dice. Dad, what is wrong with you? الفيلم بعد ما أخد حوالي 40 دقيقة بيقدم فيها قصته وحبكته، سابنا في رحلة مع بوب وهو بيحاول بكل ما يملك من قوة إن هو ينقذ بنته الوحيدة، حتى وهو مفيش في إيده كتير يعمله أو يقدمه بعد ما تخلى عن ماضيه بالكامل. ومحركه في كل ده بجانب حبه وتعلقه بيها هو إحساسه بالذنب إن هو السبب المباشر والرئيسي في تعريضها للخطر، سواء بماضيه اللي بيطاردها النهارده او حتى باهماله. ليوناردو دي كابريو مع كل الجنان والعبث والكوميديا اللي هو قدمه، الا انه نجح يقدم لي في كل مشهد احساس عميق جدا بالخوف والقلق والرعب، احساس عميق جدا بالابوه، احساس عميق جدا بقله الحيل. وفي وسط الضحك والغضب الكوميدي بنشوف الاب اللي مش عارف يعمل ايه. ميكس محدش يقدر يقدمه بالجوده دي غير ليو، وده مش غريب عليه يعني. الطرف التاني في العلاقه واللي قدمتها تشيس انفينيتي، واللي ما كانتش محتاجه مشاهد كتير علشان نعرف ونتاكد اننا قدام موهبه كبيره جدا جايه في الطريق. وقوفها قصاد ليو ند بند طوال احداث الفيلم وفي اكتر من مشهد، وبالتحديد مشهد قرب نهايه الفيلم في ممثلات كتير جدا بيخلصوا كاريرهم من غير ما يعملوا مشهد واحد بس زيه. كلامنا عن الشخصيات والاداءات بقى لازم هياخدنا لمفاجاه الفيلم، ستيفن لوك جو، واللي قام بدوره شون بين. كل الكلام اللي بيتقال في حقه من وقت عرض الفيلم لحد النهارده هو يستحقه تماما، وبالعكس ده يمكن كمان يكون قليل عليه. شخصيه غريبه ومليانه تناقضات وصفات اكستريم جدا، وتصرفات غير تقليديه بيعملها بشكل مفاجئ بتخليك قاعد مستني ومترقب كل حركه هيعملها ومش قادر تتوقع اللي جاي منه ايه. ليه اكتر من مشهد وجمله انا متاكد ان هم هيتحولوا لمين ماتيريال في الفتره اللي جايه. كمان حابب اتكلم عن بينيشيو دول تورو اللي بجد عمل دور حلو قوي. شخصيه سينسي واحده من اجمد وامتع واروش الشخصيات اللي انا شفتها، وبجد خايف ان هو ما ياخدش التقدير المناسب ليه وسط ملحمه الاداءات اللي موجوده في الفيلم. مشهد القبض عليه واحد من امتع مشاهد السنه بالنسبه لي. حبيت تيانا تايلور كمان، صحيح وجودها على الشاشه ما كانش كبير لكن حضورها كان ممتاز، وحبيت طريقه كلامها قوي. I need you, brother. Please, Sensei, please. Courage, Bob. Courage. That's it.
نيجي بقى لعم بول توماس اندرسون، واللي في رايي الشخصي كل انجازات الفيلم ده هترجع بشكل كامل ليه. الريتم المظبوط والتسلسلات الممتعه والصوره المبهره والرسائل المعروضه بشكل سلس، وحتى اختيار الكاست واظهاره بالاداء والشكل ده لدرجه ان يبقى عندنا فيلم من بطوله ديكابريو وطالعين منه بنتكلم على كل الممثلين اللي كانوا معاه تقريبا بنفس التقدير. اصلا احنا المفروض نتناقش في مناقشات مطوله عن جوده ومتعه وجمدان مشهد مطارده الثلاث اربع عربيات اللي في تسلسل النهائي. ازاي مشهد بالبساطه دي قادر يصدر كم القلق والتوتر ده؟ لو ده مش شغل مخرج عبقري يبقى ايه؟ طيب استخدام الموسيقى كمان كان ممتاز بالنسبه لي. هحاول اشرح لكم احساسي ناحيتها عامل ازاي. عارفين لما يبقى في مشهد فينالي في نهايه فيلم، عارفين الموسيقى اللي بتشتغل في اجواء النهايه دي؟ اهو ده بقى اللي انا كنت حاسه في اغلب مشاهد الفيلم، كاني قصاد وجوه مشاهد نهايه لا نهائيه. مش عارف كلامي ليه معنى ولا لا، بس يمكن في المستقبل اقدر اشرح رايي بشكل افضل. بس الخلاصه ان الموسيقى اللي لازمتنا طول الفيلم حتى لو كانت مزعجه في اوقات كتير فهي كانت مناسبه جدا لاجواء الفيلم بالنسبه لي. هل بقى الفيلم متكامل وما فيهوش اي غلطه؟ بصراحه مش مهتم قوي ان انا اجاوب على السؤال ده. الفيلم حلو باعتراف الاغلبيه، ليه ده ما يبقاش كفايه؟ ليه لازم نقلب حدث زي ده لخناقه على نجمه ولا نص؟ ليه ما يبقاش كلامنا عن تجربتنا عن الفيلم بدل ما احنا قاعدين نمسك في بعض على مين بيبالغ ومين بيقلل؟ انا لو لقيت حد بيبالغ في حبه لفيلم حلو بالشكل ده هبقى فاهم بصراحه ومقدر. ارجوكم اتبسطوا بالافلام اللي زي كده. مفيش حد هياخد جايزه في ايده لما يطلع غلطه في الفيلم، او هياخد جايزه في ايده لما يدافع عن الفيلم قصاد اللي طلع غلطه فيه. كفايه ضيق تنفس. Bitch, I felt like Tony Montana! God damn it! Viva la revolution! فيلم ممتع وفيه اجواء واداءات ممتازه، حاجه كده سهل ان هي تبقى كلاسيك مع الوقت، واكيد اكيد اكيد محتاج مشاهده تانية ويمكن ثالثه ورابعه كمان. تقييمي للفيلم بس كده. بتحبوا الكوميديا اللي بيقدمها ديكابريو ولا مالكمش فيها قوي؟ عرفوني رايكم في الكومنتات. لحد ما اشوفكم المره الجايه،